يليق بك أن تكون ضوءا لا ينطفئ، أن تكون وردا لا يموت وماء لا يجف. يليق بك أن تكون كل الأشياء السعيدة التي لا يمكن أن يعبرها الحزن يوما ما. عزيزي القارئ، لا تجعل هؤلاء الحمقى يفسدون عليك حلاوة أيامك وأنت تتذكر أفعالهم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. يلا قبل ما نبدأ الحلقة الأربعين من رواية أحببت مجنونة الموسم الثاني، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. أما إياد كان حاسس بالذنب عشان جميلة والكلام اللي قاله، وإياد كان قاعد سرحان، ويونس ودليدة وجنات وفهد ومحمد وجنى ومعتصم وملك ومنة وأنس وجويرية قاعدين، ونور ونورين وسلمى وشهد قاعدين. شهد بهمس: بيت يا نور، هو إياد ماله؟ نور بصت لقته سرحان، مش عارفة، وهزت نورين في كتفها: بيت ابنك ماله؟ مين فيهم؟ وبصت على معتصم لقته هو وملك قاعدين بيتكلموا ومفيش حاجة، وبصت على منة لقتها ماسكة التليفون وباين بتكلم جوزها زياد. بصت على اياد لقت وشه متغير وسرحان، وده مش طبعه الا لما بيكون زعلان. سلمى لاحظت اياد سرحان برضه: حبيب خالته مالك؟ كلهم بصوا، اياد لسه سرحان. كلهم بصوا لنور عشان عارفين بيفهموا بعض. قومي شوفي ماله. نور قامت وقعدت جنبه: حبيبي مالك؟ اياد انتبه: ايه؟ سرحان في ايه؟ مين زعلك؟ اياد ابتسم ولقى كلهم باصين عليه، ضحك: ايه ده؟ في ايه؟ كل واحد يبص قدامه. كلهم ضحكوا ولفوا وشهم. مالك؟ اياد حكى لها: بس مش عارف، مخنوق، ومنظرها وهي واقفة مش راضي يروح من عيني، وصوتها. نور بصت له بضيق وزي ما يكون مش طايقاه: تقبل ده على منا اختك؟ اياد بصلها بندم واتكسف. نور اتعصبت وصوتها بقى عالي: رد! تقبل؟ مش لاقي رد، صح؟ كلهم بصولهم. نورين ام اياد: في ايه؟ عشان عارف اللي عملته ما تقبلهوش على اختك ولا حتى على نفسك. هي ما اختارتش شكلها ليه كده؟ انت كسرتها وكسرت نفسها، وبعدين ما هي جايه عشان تعدل سنانها. ولا انت متعود البنات اللي بتجيلك بحجة اي حاجة عشان تتدلع عليك؟ ولا معلش بقى البنت محترمة وما جاتش على مزاجك؟ يا خالته والله ابدا ما كانش قصدي، ومعرفش انها ورايا. حتى لو مش موجودة وما سمعتش، مش من حقك تتكلم عنها ولا تقول هي حلوة ولا وحشة. انت مالك اساسا؟ حلوة لنفسها وحشة لنفسها، هي ما اتخلقتش عشان تعجب حضرتك. يا خالته ما كانش قصدي. نور قامت: كداب، بلا خالته بلا قرف، ما تتكلمش معايا تاني، انت خذلتني. وجاية تطلع قام ووقف قصادها: والله يا خالته ما كان قصدي، صدقيني، وغلاوتك عندي. لو كان قصدي او نيتي وحشة كان زماني مش هاممني، صح ولا لا؟ وانا عارف اني غلطان والله. تتأسف لها وتعتذر لو فعلا ندمان ومش بتكدب عليا. حاضر، ما تتعاملش معايا الا لما ترد كرامتها. وبصت له بقرف: البنت دي بيتها فين؟ معرفش، بس هي عندها جلسة بكرة. بس ليه؟ تعتذر لها وما اظنش انها هتجيلك بعد اللي حصل. حاضر. وبعدين عدى اليوم، وتاني يوم اياد راح العيادة واستنى جميلة تيجي، ما جاتش، وقعد وقت كتير وما جاتش. واياد روح وقال لنور انها ما جاتش. قالت له طبيعي، اكيد مكسوفة من اللي حصل. واياد قال لها ان ممكن تيجي بكرة. تاني يوم راح العيادة، اول ما جاي يدخل وقفته السكرتيرة: دكتور، في واحدة جت دفعت حسابها وقالت انها مش عايزة تكمل ومشيت، ومرضيش تستنى ان اقولك عشان اعرف ينفع ولا لا. اياد بصلها: اسمها ايه؟ اسمها مريم. اياد بصدمة: طب هي جت امتى وما كلمتنيش ليه؟ لسه نازلة قبل ما حضرتك تطلع، ممكن تكون اتقابلت بيها. اياد بيجز على اسنانه: لابسة ايه؟ مش متأكدة، بس متهيألي اسود او كحلي. اياد سابها ونزل جري، وفضل يبص حواليه، لقى بنت من بعيد لابسة اسود، جري عليها. اياد بصوت عالي: هانسة مريم، لو سمحتي استني يا انسة مريم. مريم بصت وراها ومستغربة. اول ما لقته هو لفت تاني وبتمشي بسرعة: يا رب يا رب، مش عايزة اسمع اي كلمة تاني، يا رب بجد انا تعبت. يا انسة استني بس، يا مريم ارجوك استني.
جميلة لقت الصوت بيقرب أكتر، بصت لقته فعلا قرب فجريت. يا رب يا رب يا رب يا رب. إياد دم حواجبه ومش فاهم تصرفها ده ليه وخايفة منه ليه. جري بأقصى جهده لحد ما مسك ايدها بالعافية. جميلة بصريخ: الحقوني يا أنسة، هو أنا حرامي في ايه؟ ومسك قلبه وبياخد نفسه بالعافية، وبإيده التانية ماسك ايد جميلة. جميلة بتشد ايديها: عيب كده يا دكتور، وبتشدها وهو ماسكها. عايزة اتكلم مع حضرتك شوية. لا مفيش كلام مع حضرتك. وشدت ايدها وجاية تمشي. اياد في لمح البصر وقف قصادها: لو سمحتي اسمعيني. لا مفيش كلام ما بينا. انا اسف جدا على اللي قلته، والله بجد اسف. جميلة بصت له وضمت حواجبها وعدلت النضارة بصباعها واتوترت، وبعدها افتكرت كلامه. افتكرت وهي صغيرة جه زميلها يتأسف لها، هو اتاري كان مقلب فيها وضحك عليها الفصل كله. جميلة بغضب وعصبية: انت بتتريق؟ جاي تكمل؟ عموما انا عارفة اني وحشة وعارفة شكلي وحش وعارفة اني شبه الضفدع ومش جديد، يعني اللي قلته امي دايما واهلي كانوا بيقولوا لي كده، فلو جاي تضحك شوية اظن ده مش بايدي وما اخترتش شكلي. انت زودت على اللي كنت بسمعه انك قرفان مني. كنت ممكن تقول انا قرفان او حتى ما عندكش وقت كنت همشي بدل كل ده. واسفة اني اذيتك وخليتك تقرف، وشكرا، وانا حق شغلك دفعته. ولفت ومشت اكنها راجعه تاني. اياد كان سامعها وافتكر كلام نور، ومن طريقه كلامها انها من الواضح اتعرضت لاهانه وتنمر اكتر من مره او طول حياتها. اياد جري ولحقها ووقف قصادها تاني: انا اسف والله بجد اسف، مش بتريق، انا بجد اسف. جميله بصت له مش مصدقه: تمام بعد اذنك. وجايه تمشي اياد مسكها من دراعها: اصبري بقى فرهطتي امي معاكي، اسمعيني، انا عارف اني غلطان واني على راي خالته ما تربيتش واني مهزأ على اللي عملته ده، ارجوكي سامحيني انا والله ندمان. جميله تنحت: عمر ما حد عمل معاها كده. بصت حواليها: ايوه، فين الناس بقى اللي اول ما اقولك مسامحاك يقوموا ويطلعوا ويضحكوا على منظري؟ ولا في حد بيصورنا من بعيد؟ ولا انت عايز تضحك لوحدك؟ بص حضرتك، انا شبعت من كل الاهانات دي. شوف فكرة جديدة، اول ما تلاقي باذن الله لو ليك نصيب تضحك عليا هتلاقيني، ما تخافش يعني، وسيبني امشي عشان تيتا ما تقلقش عليا. اياد جز على اسنانه ومش لاقي رد من كتر ما هي بقت شايفة كل الناس بتستهزأ بيها. طب انا اعمل ايه عشان تصدقيني؟ احلفلك بايه طيب؟ جميلة شايفة كله بيكذب، على اساس او حلفت يعني هتكون صادق؟ عموما انا مش زعلانة من حضرتك، لا انت اول واحد ولا اخر واحد. انا اللي اسفة عشان اذيتك بمنظري وقرفتك. اياد لطم على وشه: يا اختي يا حاج الله يسترك بقى، انا والله بتكلم جد وانا اللي قليل الذوق واسف. جميلة بزعق: انا اسفة، انت كداب. وحياة ما بقول يترد لاختي لو بكدب ابدا، عايز اكتر من كده ايه؟ جميلة رفعت كتافها ونزلتها بطفولة: ها، مش يمكن ما يكونش ليك اخوات اصلا؟ اياه بصلها بلا مبالاة وحط ايده على كتفها: امشي، انا كداب فعلا، امشي امشي، ده انا قربت اقلب يهودي عشان تصدقي يا شيخ، روح الله يسهلك. جميلة بصت له وتنحت: بتتكلم جد؟ وغلاوة لا إله إلا الله. ويا ستي إلهي يضحك عليا لا إله إلا الله. أنا فعلا بعتذر وفعلا ندمان وعارف إني ماليش حق إن أتكلم عنك، آسف والله. جميلة بخوف واندفاع: بعد الشر، ربنا ما يكتب عليك ولا على أي حد. واتنهدت: ولا يهمك، أنا آسفة بس غصب عني، أصل اتحطيت ده في الموضوع كذا مرة. أخيرا. جميلة بصتله: شكرا لحضرتك، بعد إذنك. وجاية تمشي لسه برضو مش مصدقة: لا خلاص ومسامحاك، وقبل أي حاجة كنت مسامحة حضرتك. إياد ندم أكتر إنه أذاها: أنا آسف بجد. جميلة ابتسمت: حصل خير، بعد إذنك. لا استني، انت كان ليكي جلسة المفروض من امبارح وانت ما جاتيش، يبقى النهاردة. لا شكرا، مش عايزة. مش عايزة ايه؟ هو انا بعزمك على سندوتش؟ لا انا تابعت مع دكتور جنب بيتنا وكده، شكرا. مش عيب لما تكدبي؟ جميلة بتوتر: انا لا، وهكدب ليه؟ وعربية كانت هتخبط جميلة. اياد شدها عليه بسرعة وبعد هما الاتنين ونضرت جميلة ووقعت، وهي حرفيا بتشوف طشاش لو حد قريب منها، ما بالك لو بعيد. اول ما وقعت يا نهار اسوح. اياد بعد عنها وخاف تفهمه غلط: هو والله العربية كانت هتخبطك. جميلة بصة وشايفة اياد طشاش وبتحاول تشوفه: عربية ايه وزفت ايه؟ انا مش شايفة اساسا غير طشاش.
إياد تنح أول ما لقى عيونها العسلي ورموشها التقيلة وشكلها اللي فعلا جميل، مش مجرد مجاملة. جميلة بقلق: انت مشيت؟ اه يا واطي، انا قلت برضو ايه البني ادم ده؟ طب اروح ازاي؟ يا ريتها كانت خبطتني. منك لله يا دكتور اياد يا ابن. هي امه اسمها ايه؟ مش مهم. منك لله يا دكتور اياد يا ابن اياد بضحك: نورين. جميلة بعدم ادراك: هي اياد يا ابن نورين؟ ها؟ ايه ده؟ انت لسه؟ اه يا اختي لسه، ونضارتك بسبب طولة لسانك دي اتكسرت. جميلة لطمت: يا نهار اسوح، هروح ازاي؟ وبتهوش بايديها قدامه. اياد بضحك: اهدي، هوصلك، انا معايا عربية، تعالي. لا طبعا عيب يا اختي، تعالي، يعني مش عيب لما تفضلي واقفة كده؟ يلا. جميلة بتهوش بايديها انها تلاقي اياد. طب معلش هات دراعك بس امسك فيه، مش شايفة. اياد ابتسم ومسك ايديها وحطها على دراعه. يلا، وركبوا العربية وجميلة قالت له مكان البيت: عند محمد وجنى. ايون يا جنجون. ايون يا حمو. نور بصت لهم: منك لله، البت بقت زيك. وانا طالع لك. نور ضحكت: ما تربيتش. محمد غمز: اسكت يا بقي. لا، انت كده اتربيت تربية ستات مش كويسة. نور بضحك: ادينا هناخد كلام ملوش لازمة، اتلمي ياض هنتهزق. جنى بضحك: حمو صحيح هي دي بتتلعب ازاي؟ محمد بص للتليفون وبصلها: لا دي ما انصحكش تلعبيها. جنى باستغراب: ليه؟ هتموتي الناس كلهم في لعبة؟ جنى ضربته في كتفه: رخم. نطقت البيت يا محمد. في ايه يا جماعة، هي كانت خرصة؟ لا بس انت فاكر جان كانت مش بتتكلم اساسا ولسه، بس معاك انت حاجة تانية. سبحان الله. محمد فرح ان هي معاه هو وبس بتكون كده. بيت يا جنجون، تيجي نتمشى؟ لا، في فيلم عاوزة اشوفه. محمد بصلهم: اللهم بارك، القمر يشتغل في اقل من فيستو ثانية. نور طبطبت على صدرها: حبيبي اي خدمة. تسلموا، ما نشوفكمش في افراحنا. يا قليل الادب، ابني اللي ما ربيتهوش. محمد ضحك: امي حبيبتي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اكتبولي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل أصحابكم، واستنوا الحلقة الجاية قوية وكوميدية جدا جدا. يلا، مع السلامة من قناة حكايات أم جنى وزينة. بحبكم قوي، سلام.